تخيل تصحى الصبح وتلاقي الشرطة مسكرة شارعك وبتسمع انه الناس بتحكي انه في واحد دخل على جيرانك وشرب دمهم. اللي قاعد تسمعه مش فيلم رعب ولا مسلسل خيال، لا، هاي قصة حقيقية صارت بأمريكا في نهاية السبعينات. شاب شكله طبيعي بس عقله كان مشوش بطريقة ما حد كان بتخيلها. الناس بعدين سموه مصاص دماء ساكرامنتو. بس السؤال اللي حاب أطرحه، شو اللي خلاه يوصل لهذا الجنون وشو صار مع ضحاياه فعليا؟ خليك معي للأخير لأنه اللي حتسمعه الحين إشي راح يخليك محتار ومش راح تصدق كل إشي بتسمعه، لكن كل إشي بحكي لك إياه حقيقة صار. سنة 1950 في ولاية كاليفورنيا انولد ريتشارد ترينتون تشيس. من هو صغير في اشي غريب وغلط عنده، يعني الولد ما كان طبيعي بالمرة. يعني خليني احكي لك عن وضعه مثلا في المدرسة. مع انه كان هادي في اغلب الوقت بس تصرفاته كانت كثير غريبة. بحب يعذب الحيوانات والطيور وكان بيقطعهم وبيحتفظ بجثثهم. وبهيك عمر صغير صار عنده هوس غريب بالدم. في البيت ابوه كان عنيف كثير وكان بيضربه لأتفه سبب، وامه كان عندها مشاكل نفسية كثير. يعني البيت ملخبط كله توتر والولد عايش برعب دايم. كبر ريتشارد وصار مراهق وبدأ يستخدم مخدرات LSD والماريجوانا، حتى انه كان يستخدم اي شيء بس يخليه يهرب من الواقع. بس بعد فترة الهوس تبعه بالدم كبر اكتر واكتر. بمر الوقت وب 1975 الاطباء بتاكدوا انه عنده فصام ذهاني حاد جدا، بس ما كان حد متابع حالته بشكل جدي، تركوه يعيش لحاله بشقة بساكرامنتو. وهان بلشت الكارثة الحقيقية. الناس اللي ساكنين حواليه دائما كانوا بيشكوا انه في روايح كريهة كانت تطلع من بيته، ومرة من المرات استدعوا الشرطة. ولما الشرطة فاتت كانت المفاجأة. قبل ما نبدأ بتمنى منك تشترك بالقناة، حط لايك لهذا المقطع ويا ريت تفعل الجرس. وصدقني هذا الموضوع كثير بيفيدني عشان اقدر استمر. خلينا نكمل. لقوا بيته مليان جثث لحيوانات مقطعة، دم في الصحون، وصحون كثيرة كان مخلوط فيها الدم مع الكولا. ولما سألوه شو هذا، ايش اللي بتعمله، ليش كل هذا، قال لهم وبكل برود بشرب دمهم عشان جسمي عم ينشف، الدم بعوض النقص. وهذه المشكلة، يعني فعليا كان مقتنع انه جسمه بيختفي وانه لازم يشرب دم ليعيش. استمر على هالحال وصار ينزل على السوق كل فترة يشتري أرانب يذبحها بالبيت ويشرب دمها. أخوه وأمه أبدا ما عجبهم حاله ودخلوه المستشفى. وفعلا دخل المستشفى، بس للأسف كانت لمدة كتير قصيرة. خلوه كم شهر وبعدين طلعوه. قال إيش؟ قال إنه تحسن. بس اللي صار بعدين كان أسوأ مما تتخيلوا. 29 ديسمبر 1977 كان ريتشارد ماشي بالشارع وبحالة ذهول. كان شايف الناس إنهم وحوش وبتمشي. مر من جنبه شخص اسمه أمبروز جريفن، كان أب لولدين، ولفترة صغيرة وقف قدام بيته. ريتشارد طلع مسدس وبدون أي سبب أطلق النار عليه وقتله. وهان كانت أول جريمة قتل بحياته. الشرطة وقتها لما حققت قالت إنه إطلاق نار عشوائي. بس خليني أحكي لك إنه بعد أسابيع قليلة ساكرامنتو دخلت بكابوس حقيقي. لنروح ل 23 يناير 1978. ريتشارد دخل بيت مرة اسمها تيريسا والين. هاي المرة كانت حامل بالشهر الثالث وجوزها كان طالع على الشغل. دخل من الباب اللي ورا البيت، كان بين عينيه بس هدف واحد، الهدف تبعه انه يشرب دم. عمل عملته وبعدها اختفى. وكالعادة الشرطة اجت ووصلت بعد وقت قصير. زي ما انت عارف دخلت البيت بس المنظر كان ابدا لا يوصف. جثة المرأة بالمطبخ والدم بكل مكان، وفي ادوات مطبخ مش مستخدمة بالطبيخ، لا، استخدمت في أفعال مرعبة. ريتشارد استخدم السكينة بطريقة بشعة جدا وأدلة الدم كانت بكل أنحاء البيت. بس أغرب وأخطر إشي إنه الشرطة لاقت كوب فيه دم مخلوط بالكولا، وهذا نفس الإشي اللي كان بيعملوا مع دم الحيوانات. الشرطة بدأت بالتحقيقات وبدأت بفحص البصمات وفحص DNA، ولكن انتم بتعرفوا إنه هذا الموضوع بياخد شوية وقت. لفاجأك إنه بعد 3 أيام بس، وتحديدا ب 27 يناير 1978 دخل بيت عيلة تانية. إيفلين ميروث 38 سنة كانت قاعدة مع أولادها ومع طفل جارتها. دخل البيت زي المجنون بدون ما يوقفوا حدا لأنه الباب كان مفتوح وقتها. وما بدي أحكي لك شو اللي عمله بهاي العيلة. المهم المنظر اللي شافته الشرطة بعدين كان من أكثر المشاهد رعبا في تاريخ كاليفورنيا كلها. كل أفراد العيلة تم قتلهم بالإضافة للطفل الصغير، وبعض الجثث لقوا عليها أفعال ما بيقدر الواحد يوصفها. الشرطة عرفت هان إنه هذا الشخص
الشخص هو نفس الشخص اللي قتل تيريزا، لأنه طلع نفس البصمات ونفس الطريقة الوحشية بالقتل. بس بهاي المرة تحديدا في شاهد شاف سيارة غريبة كانت واقفة قدام البيت، وهاي السيارة كانت سيارته. وخليني أحكي لك إنه هاي الغلطة هي اللي خلت الشرطة تتعرف عليه وتمسكه. بعد أيام عرفوا وين ساكن، ولما دخلت الشرطة شقته كان الكابوس الحقيقي هناك. جدران عليها دم، صواني عليها دم مجمد، ثلاجة فيها أعضاء حيوانات وحتى فيها بقايا لأعضاء بشرية، وأدوات كان فيها DNA من ضحاياه. لما مسكوه كان هادي جدا وقال للمحققين: أنا ما بقتل الناس، بس الدم هو الشيء الوحيد اللي بيخليني أعيش. المحكمة أثبتت عليه 6 جرائم قتل وحكموا عليه بالإعدام سنة 1979، لكن قبل ما يتنفذ الحكم سنة 1980 انتحر بزنزانته بعد ما رفض الأكل اللي بيقدموا له إياه وقال: دمهم خلص وانا خلصت. المحققين اللي اشتغلوا على القضية بيحكوا انهم لليوم ما شافوا انسان بهالدرجة من الانفصال عن الواقع. ما كان يصرخ، ما كان يندم، كان مقتنع فعليا انه مصاص دماء حقيقي. الاطباء بعدين وضحوا انه كان مصاب بنوع نادر من الفصام مع وهم جسدي، يعني كان فعليا مقتنع انه جسمه عم بينشف وانه الدم هو الحل. بس بيني وبينك حتى مع كل التفسيرات العلمية، الناس اللي شافوا شكته كانوا بيحكوا انه شكته كثير مرعبة وكأنك داخل على فيلم رعب حقيقي. قصة ريتشارد بتورينا كيف الإنسان ممكن يتحول إذا فعلا ما تعالج علاج صح، وكيف المرض النفسي اللي لو أهملته ممكن يتحول لكارثة. وحتى اليوم كثير بيحكوا إنه قصته كانت الدافع اللي خلت الشرطة الأمريكية تغير طريقة تعاملها مع المرضى النفسيين اللي بيظهر عليهم سلوك خطير. بس بالنهاية لما تسمع عن شغلات زي هيك تسأل حالك: هل فعلا كان مريض ولا كان في إشي أعمق، إشي شراني ما بتفسر بعلم ولا طب؟ وفي النهاية إذا عجبك هذا الفيديو بتمنى إنك تشترك بالقناة، تحط لايك لهذا المقطع وتفعل الإشعارات، وإذا في عندك صديق عزيز على قلبك يا ريت تبعت له هذا المقطع وتقول له سكر الابواب والشبابيك ودير بالك على حالك. كمان إذا بتحبوا تكتبوا لنا اقتراحات لقصص ممكن نحكيها يا ريت تكتبوا لي اياها بالتعليقات، ونشوفكم في مقطع جديد. باي.